لابورتا يثير حماس جماهير برشلونة بتصريح جديد عن ميسي. أثار خوان لابورتا رئيس برشلونة حماس الجماهير بتصريح جديد عن ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، والذي يحيط الغموض حول مستقبله في الآونة الأخيرة. وسعى النادي الباريسي لتجديد عقد ليونيل ميسي الذي سينتهي بعد 3 أشهر فقط، لكن لم يتم التوصل لاتفاق مع اللاعب حتى الآن، الأمر الذي يجعل مستقبله مفتوحا على جميع الاحتمالات، بما في ذلك العودة إلى ناديه السابق برشلونة. وأكد خوان لابورتا ضرورة التكلم بحذر عن ليونيل ميسي احتراما لباريس سان جيرمان، لكن في الوقت ذاته أوضح أن باب النادي مفتوحا أمامه إن أراد العودة، كما اعترف بضرورة تحسين العلاقة مع النجم الأرجنتيني بعد أن تدهورت بسبب الطريقة التي رحل بها عن النادي في صيف 2021. لابورتا أبواب برشلونة مفتوحة ليونيل ميسي. وقال رئيس برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، وكان أهم لاعب في تاريخ برشلونة، يجب أن أكون حريصا للغاية فيما أقول، ميسي لاعب في باريس سان جيرمان ويجب نحترمه. ثم أضاف خوان لابورتا: يعرف أنه يتواجد في قلوبنا، إنه جزء من تاريخنا، يجب أن نجد طريقة لتحسين علاقة برشلونة مع ميسي، سوف نرى، لكنه يعلم أن أبواب برشلونة مفتوحة له دائما. That's a big move. Niggas, we don't even fuck with getting M's too. Just know we could cut that off again too. Sparkle up the wrist, now that's a big move. Things going my way.